الله احنا ليش الشيعة ما يتوسلون الله؟ لأن الله شوهوا صورته بهذه جهنم، منتقم ومعذب. التجأوا علما للزهراء ما عدا عذاب، ما عدا انتقام، كلها رحمة. التجأوا إلى الحسين فقط كله رحمة. دائما يتوسلون بالحسين، يتوسلون بالعباس. ليش ما يتوسلون بالله؟ لأن الله صورته مشوهة عند المسلمين، صورته مشوهة لأنه عنده عذاب. يعني صدام هم عنده ثواب هم عنده عذاب، يعني صور مثل صدام. بالنظرية الثانية سوف ترون أن هذه الجنة وهذه النار أساسا خلاف العقل. والله أنت تصوروا هذه الجنة الموجودة، يعني أنا أسميها حظيرة أغنام، أنا أسميها طاولة مال مطاية، يعني فقط أكل وشرب وزواج وشرب خمر، يعني أي معلم من معالم الإنسانية ما موجود. فالإيثار مثلا إبداع، شغل، أمومة. حتى الأم مسكينة هناك ما تقدر تولد، لأن الولادة بها وجع، وأنه الجنة ما بها وجع، بس ناكل ونشرب شنو؟ لأن هاي فقط غرائز حيوانية. هاي الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهليين كانوا يكيفون عليها. احنا قطعا إذا الله قال لي اطلب للجنة، أنا أول من يرفض دخول الجنة، وبل أفضل دخول النار. لماذا؟ لأن بها إحساس إنساني، بها مواساة للمحرومين المعذبين. أنا بالجنة شو أسوي؟ زين يومين سنة سنتين قريبين طبعا لما يشوفون حرير وسندس وكذا، حور عين للنساء ماكو. مسكينة هذه المرأة الزوجة الصالحة تنتظر هذا زوجها، هو عنده 1000 حور عين، عود ايش وقت يوصل سراها؟ هي ما عادها لازم تنتظر 1,000,000 سنة، وكل مرة يجامعها بالروايات يقول 500 سنة. زين 500 سنة هو 1000 وحدة أقل شيء. زين وهاي خطية الزوجة، يعني واقعا لازم النسوان أول ما يعترضون على هيك جنة، ما يصير بس الرجال عنده. ليش؟ شوف ذاك الزمان الثقل على الرجال، مو هي الفتوحات والجهاد بس الرجال. الله والنبي يريد يطمعهم بالجنة. إذن لازم أكو حور عين، لأنه العرب مشوهين على الحور عين، على المرأة مشوهين.